انا لو كنت استمريت كمصمم جرافيك بس كنتش وصلت لحاجه. انا عارف ان الجمله دي ممكن تزعل ناس كتير، بس لو كملت الحلقه للاخر هتفهم انا بقول كده ليه. من فترة كنت منزل فيديو على اليوتيوب وقلت للناس اللي عندهم مشاكل وهم داخلين مجال الجرافيك يبعتولي وانا هرد على مشاكلهم، وفعلا جات لي اسئلة كتير، بس اكتر سؤال كان بيتكرر معايا خوف الناس من الذكاء الاصطناعي ان هو ياخد مكانهم. وقتها عملت فيديو مخصص للناس اللي خايفة من دخول المجال علشان الذكاء الاصطناعي، لحد ما جالي كومنت خلاني وقفت عنده، والكومنت كان بيقول اني خلاص اتفصلت بالشغل واستبدلوني بالذكاء الاصطناعي. ساعتها قلت لا، ده انا لازم اعمل لكم بقى فيديو طويل واتكلم في الموضوع بشكل اوضح. يمكن يكون الفيديو الشورت القصير اللي انا عملته ما وصلش للناس بشكل واضح. والحقيقه يا جماعه ان الموضوع بسيط جدا. اي شخص ما بيطورش من نفسه سواء في وجود الذكاء الاصطناعي او في عدم وجوده فهو كده كده هيستبدل. الزمن بيتغير والسوق بيتغير والمنافسه بتكبر ومفيش حد هيستناك. انا شخصيا لو كنت استمريت كجرافيك ديزاينر 2D كنت زماني دلوقتي مستبدل واتنسيت خلاص. انا في البدايه كنت مصمم جرافيك شغال في المطبوعات، بعد شويه خبرتي زادت فبقيت فاينلايزر، يعني براجع على شغل الناس واجهزه قبل عمليات الطباعه واشوف المصممين غلطوا في ايه وممكن كمان ايدت عليه او اعدله. بعدين الدنيا اتطورت وطلع حاجه جديده اسمها تصميمات السوشيال ميديا. اقف بقى ساعتها واعيط ولا اتعلمها واستمر والدنيا تمشي؟ اكيد الصح ان انا اطور من نفسي اول باول عشان الدنيا ما بتقفش على حد. فانا اتعلمتها وتخصصت فيها وتمكنت من تصميمات السوشيال ميديا زي ما انا متمكن من تصميمات الطباعه. ومع الوقت خبرتي بدات تزيد وبدات افتح بيزنس خاص بيا وادرب الناس على تصميمات السوشيال ميديا وتصميمات الطباعه. وساعتها قلت خلاص انا تمام قوي لحد كده. بس لما فكرت لقيت ان الوقوف عند نقطه معينه هو اول خطوه للتراجع. بصيت حواليا وشفت السوق دلوقتي محتاج ايه بالظبط. لقيت ان الماركتنج بقى جزء اساسي، والجزء الخاص بالتصميمات والكرياتيف والابداع بقى من اهم عناصر نجاح الاعلانات. قلت خلاص انا لازم اتعلم ماركتنج، ودخلت فعلا المجال وتعلمت اكتر عن الماركتنج والاعلانات والسلوك والمنافسه والتحليل والباير بيرسونا والسوات اناليسيز. كل دي حاجات مرتبطه بشكل كبير بالكرياتيف وبالديزاين. خلصت المرحله دي وبرضه قررت اني ما اقفش هنا، بدات اخش في عمليه صناعه المحتوى. كان ساعتها الفتره دي فتره الكورونا، فبدات احاول استغل الوقت اللي احنا قاعدين فيه في البيت وابدا في صناعه المحتوى. اتعلمت ساعتها فن التصوير والاضاءه والمونتاج، وعرفت ان الدنيا دلوقتي كلها رايحه ناحيه المحتوى القصير والفيديوهات الشورتس. الناس بقت محتاجه محتوى سريع وجذاب يديها المعلومه في ثواني. وهنا بقى ظهرت مشكله ناس كتير بتقع فيها، ان كل الحاجات اللي انا قلتها دي الناس بتحاول تتعلمها في نفس الوقت، وده اكيد مش اللي انا عملته. ودي اكتر غلطه انت ممكن تعملها، لانك بتبقى عامل زي القشره واخد الوش بس من كل حاجه ومفيش اي عمق في اي حاجه فيهم. يعني تعرف شويه فوتوشوب على شويه بريمير على شويه ماركتنج على شويه AI، بس مفيش اي حاجه فيهم تقدر تعتمد عليها وتقول انا جامد في الحته دي. المختلف اللي انا كنت بعمله ان انا كنت بتعلم بالتوالي مش بالتوازي. يعني ايه بقى بالتوالي مش بالتوازي؟ يعني انا كنت باخد كل مرحله لوحدها اتعلمها واخد فترتها واتقن الحاجه دي، ولما خلاص انتهي من اتقان الحاجه دي وابقى فعلا اثبتت نفسي وفعلا مميز فيها ابدا اتنقل للمرحله اللي بعديها. مش بتعلم الحاجات مع بعض، لا، انا لما خلاص عديت مرحله واتقنتها وخدت الوقت بتاعها كامل اقدر ساعتها اروح اتعلم حاجه تانية. لكن اتعلمهم مع بعض كل حاجه مع بعض، ده وجهه نظري ان ده بيخلي الناس سطحيين جدا في التعلم، وبشوف ان ده دايما مش احسن حاجه. لان بعد ما تتعلم الحاجه وترسخ في دماغك وتحترفها، حتى لما تتعلم حاجه تاني هتفضل برضو تكون بتمارس الحاجه اللي انت اتعلمتها قبل كده. فده مش هيخليك تنساها وهيخليك تبني طبقات فوق بعض من التعلم، مش بتهد الحاجه اللي قبليها. لان انت لو انت بتتعلم كذا حاجه مع بعض هتركز في حاجات، وفي حاجات هتقع اصلا مش هتفتكرها ولا انت هتبقى عارفها لان انت اصلا لسه متعلمها. لكن في حاله ان انت تتعلم على التوالي فبتلاقي نفسك تخصصت في كل حاجه وبقيت فعلا قوي فيها وقادر تأدي فيها باحسن شكل ممكن. ومع الوقت هتلاقي رؤيتك للامور بقت اوسع
وتبدأ تربط الخيوط ببعضها. الجرافيك يخدم الماركتينج، والماركتينج يخدم المحتوى، والمحتوى يخدم البراند. تبقى فاهم الصورة الكبيرة مش بس الأدوات اللي في إيدك، وده اللي بيخليك دايما في احتياج حقيقي ليك، مش مجرد موظف بينفذ أوامر، لا انت بالفعل عنصر صعب يتعوض، واحد فاهم بالظبط هو بيعمل ايه، مش شغال زي ما الناس بتشتغل وخلاص. وهنا النقطة المهمة اللي لازم تفهمها كويس جدا، الذكاء الاصطناعي مش جاي ياخد مكانك، هو جاي يساعدك. بس الفرق بينك وبين غيرك انك لازم تعرف ازاي تستخدمه في مصلحتك، ولو استخدمته صح هيخليك اسرع واكتر انتاجية. لكن لو خفت منه وبعدت عنه هو فعلا هيستبدلك. لو في ناس قديمة شوية وفاكرة زمان لما ظهرت بقى التمبلتس الجاهزة وحاجات زي فريبيك والكلام ده، كل ده كان ممكن يأثر على المصممين، لان في تمبلت جاهزة، ومع دخول سرعة الانترنت وكده بقت الناس بس تخش وتغير التايتل او العناوين. فكان ده شبيه باللي بيحصل دلوقتي في عصر الذكاء الاصطناعي. احنا كده بالنسبه للغايه كانت الغايه واحده، انك بتقدر تطلع الديزاين عن طريق ان انت تدور على الصوره وتغير التايتل. فنفس اللي بنعمله دلوقتي ان احنا كاننا بنسيرش، يعني بنكتب اللي احنا عايزينه فبيظهر لنا الصوره اللي احنا طالبينها. فدلوقتي شبه امبارح شبه بكره، اهم حاجه ان انت تعمل اللي عليك وما تستسلمش. انت لو بتتعلم عشان تطور من نفسك وتسعى انك تفهم السوق كويس وتعرف ازاي تقدم قيمه حقيقيه ليك، مستحيل اي حاجه تعوضها. لكن لو بتتعلم عشان تمشي كده تعمل اي حاجه زيك زي الناس، اول ما الدنيا تتغير او تتطور شويه هتلاقي نفسك وقعت. فدايما ما تخافش من التغيير، خاف انك ما تتغيرش معاه. التطور ما بقاش رفاهيه، التطور بقى ضروره، ومفيش حاجه اسمها خلاص انا كده كويس. كل مرحله في حياتك محتاجه نسخه منك اقوى من النسخه اللي قبلها. انا شخصيا لحد النهارده بتعلم، كل يوم في جديد، وكل يوم بيطلع جديد، وكل يوم بحاول اشتغل على نفسي اكتر. الفرق بين شخص والتاني ان في شخص رافض يستقبل الجديد، وشخص مستوعبه وعارف ان ده طبيعي وان دي ضرورة وفرصة للتميز. فلو انت لسه داخل مجال الجرافيك او بدأت خلاص، توكل على الله، خليك شخص ذكي، اشتغل على نفسك، طور من نفسك، طور من مهاراتك، حاول تفهم السوق اكتر، واستخدم كل اللي حواليك كأدوات تساعدك مش كأعداء ليك. وساعتها صدقني ربنا عمره ما هيضيع تعبك ولا اجتهادك، ان الله لا يضيع اجر من احسن عملا. لو وصلت لحد هنا وحسيت ان الكلام ده فادك، يا ريت ما تنساش تعمل لنا لايك وسبسكرايب وتفعل زر الجرس، اشترك في القناة لو مش مشترك، ويا ريت برضو تسيب لي رأيك في الكومنتات وتقول لي ايه اكتر حاجة انت محتاج تتطور فيها دلوقتي. ويا رب دايما اكون عند حسن ظنكم، واشوفكم الحلقة الجاية ان شاء الله. سلام.